أنا عن حالي إنه كان في ضربة النفوس اللي هي حاليا مقر المصالح العقارية بدير الزور مقابل كلية العلوم أو مقابل الانطلاق القديم خلينا نقول. كان في اجتماع لكل قياديين كتائب ما يسمى الجيش الحر، وكانت يعني معلومات أكيدة. فبوقتها أنا اللي أعطيت المعلومات، تواصلت مع ضابط العقيد مجد طيار بمطار دير الزور العسكري، وكمان مع سعيد عباس أبو إبراهيم بالأمن العسكري، ونسقوا هن الموضوع يعني بطريقتهم، ما كمان ما عندي علم، بس أنا اللي أعطيت المعلومات. وفعلا كانت بوقتها ضربة الطيران، انقتل بوقتها 55 قيادي على ما أذكر، من بيناتهم خليل البورداني، من بيناتهم محمد التركي، من بيناتهم طبعا الألقاب كتيرة، أبو فلان وأبو فلان، بس اللي بعرفه بالأسماء كان في محمود السطل، كان في أمير هنداوي، هاي اللي بذكرن. كان في من الريف خالد عجاج، كمان كان قيادي، بس كان هاد يعني تابع لمجموعات الريف. هاي الأسماء اللي بذكرها راحت طبعا، هي موثقة، وكانت يعني ضربة قاسمة بالنسبة لما يسمى المجلس العسكري التابع للمسلحين بوقته. طبعا المعلومات بشكل يومي كمان كانت، سواء بصراحة من خلالي أو من خلال حتى يعني إخواتي. بالرقة بال2013 كان في عندي مادة رحت أقدم، كان معي أخي طلال الله يرحمه. فبذكر بوقتها تسلمت الرقة، يعني نحن نمنا ما في شي، فقنا الصبح مسلحين معباين بشوارع الرقة. كنت بمنطقة اسمها المشلب، قريبة فعلا من كلية العلوم، وبكلية العلوم كان تقديمي. فالأشخاص المسلحين اللي كانوا يعني بالمكان كلهم معروفين بالنسبة إن كانوا أغلبهم من دير الزور. فيعني أذكر إني أعطيت معلومات وتفاصيل لأشخاص العشرات، ولازم يكون هذا الشيء كله موثق يعني بالأمن العسكري، إلا ما يكون في أشخاص موجودين بالفرع من هذاك الوقت وبيذكروا تماما يعني كيف تواصلنا وشو عملنا. أعطيت معلومات دقيقة عن كتائب القادسية، كمان كانت تابعة لما يسمى الجيش الحر، بدءا من قيصر هنداوي، حسن حميدة أو حسن شارمها الملقب من الرقة، كان أحمد باطوس، عن هي الأذكر الأسماء، محمود الشلبي. يعني هاي الأسماء اللي بذكرها، فهدول الأشخاص تفاصيل يعني دقيقة، وانقتلوا بعد يمكن بشي 3 أسابيع من خلال كمين كان عامله الجيش بمعسكر الطلائع بمنطقة الجورة، أنه في عناصر منشقين بدون حدا يستلم هدول العناصر، وهيك يعني على أساس تنسيق وهمي. فكان كمين إلهم راح بوقته يمكن ما يقارب شي 60 مسلح، هيك بذكر بصراحة. فما بعرف، بتخوني ذاكرتي بأقل أو أكثر، ما بعرف. هاي صوتها طبعا راح، هاي صورتها تمام موجودة وللتعميم تمام. شاركوا هالشي هاد حتى يتم الوصول عليها، وهذا هام جدا هالشي هاد. دمتم بخير، تابعوا المزيد من الأخبار حتى يوصلكم أخبار الداخل السوري لحظة بلحظة. سلام.